كمان. وانا بقول لك خلصت خلاص. ما بقتش احبك. جيت وانت لسه مكانك. ده اللغز التاني، كلمة واحدة قلبت الترابيزة. ايه السؤال بتاعها؟ دي كانت هدية، شبكة ولا رمز؟ لما تهدفها في وشه يبقى. طب مين الكذاب؟ من الصادق؟ خليك معايا للغز التاني. دي كانت بتوجع. ركز معايا في عين جابر، وقتها اتكسر. الباشا مهرة هي اللي خطرت. النهارده هنفك مشهد ضرب نار الحلقة 16. مشهد واحد فيه 3 ألغاز محدش خد باله منها. لو انت راجل وشايف الفيديو ده، القعدة دي هتغير نظرتك للستات. كمل للآخر. اللغز الأول، مين اللي غدر بمين؟ تعالوا نرجع بالزمن. جابر خارج من السجن سخن ومولع، وأول كلمة قالها لمهرة: أنا جوزك. طب سؤال، هو بيتكلم بحق ولا بجنان؟ مهرة ردت عليه: أنت خاين. لحظة، مين اللي خاين؟ هو اللي اتسجن ولا هي اللي بعد ما اتسجن اتجوزت؟ هنا أول لغز. في المشهد الاتنين شايفين نفسهم الضحية. جابر بيقول: أنا اتسجنت بسببك، ومهرة تقول: وانت السبب إني اتسجنت. طب مين الكذاب؟ من الصادق؟ خليك معايا للغز التاني. زيدان باشا جه منين فجأة كده في نص الخناقة؟ مهرة وصلنا للقطة اللي كسرت الدنيا. مهرة بتقلع السلسلة وبترميها في وشه. بس استنى، السلسلة دي ايه السؤال بتاعها؟ دي كانت هدية، شبكة ولا رمز؟ لما تهدفها في وشه يبقى معناها ايه؟ معناها انها بترمي الماضي. برميلك برمي اي حاجة بتربطنا. دي مش سلسلة، دي إعلان طلاق، إعلان حرب. جابر وقتها ما تحركش ليه؟ لأنه فهم إن الباب اتقفل بالقفل والمفتاح. 3 ألغاز، 3 ضربات في دقيقتين. للرجالة الدرس. تعال بقى نحللها بالعقل. الست لما تقولك أنا اتغيرت صدقها، ولما تقولك أنا مع واحد تاني ما تجريش وراها، ولما ترميلك حاجتك اوعى توطي تلمها. مهرة علمتنا درس تالت. الوقت بيتغير. 5 سنين كتير محدش بيفضل زي ما هو. القوة بتتغير، والفلوس والاسم زيدان باشا بيخلوا الست تتكلم من فوق. النهاردة ليها رمز، السلسلة دي كانت آخر حاجة، بعدها مفيش كلام. فاكر أول 3 أسئلة جاوبتك عليهم؟ مين الغدار؟ الاتنين مين؟ زيدان، الضربة، والسلسلة كانت الجنازة. ولو انت مكان جابر هتعمل ايه؟ هتوطي تلم السلسلة ولا هتسيبها وتمشي؟ اكتب لي في الكومنتات. ولو عجبك التحليل ده اشترك علشان كل اسبوع هنفك لغز جديد من المسلسلات. القناة دي للرجالة اللي بتفهم
سلام.